الفنان يلي رح نقدم لكم اياه هلا غادرنا بشهر سبتمبر السنة الماضية، وتكرم مرات عديدة خلال حياته المهنية المليئة بالأعمال الضخمة، وآخر تكريم له كان من لجنة الزمن الجميل يلي شكرته على مسيرة فنية مليئة بالأدوار الناجحة وبالإضافات الإيجابية على أفلام ومسلسلات ومسرحيات، كلها أكيد كانت ناجحة بوجوده. لأنه عم نحكي عن فنان مصري عملاق، رح أطلب من العملاق اللبناني خالد السيد يعرفنا عليه أكثر ويحكي لنا عن تسليمه للجائزة. شكراً شكراً شكراً. مساء الخير للجميع وأهلا وسهلا فيكم بمهرجان الزمن الجميل الرابع. اسم على مسمى، بنحدر من أسرة أرستقراطية عارضت عمله بالتمثيل، بس هو تحديهم ووصل للعالمية وضل متواضع ومقرب من عامة الناس، حتى حمل لقب الجميل عاشق الشعب. طبعا أكيد عرفتوا عن مين عم أحكي. لورانس العرب، النجم الكبير جميل راتب اللي تم تكريمه بمنزله وهو على فراش المرض تقديراً لمسيرته الثرية بالأعمال المميزة. تعرض لانتكاسة صحية وفقد صوته وسافر على باريس للعلاج. هونيك قرر انه يرجع لمصر اللي بيعشق شعبها، ومات بأرض الكناني اللي ضل مخلص لإلها رغم عالميته الواسعة. جميل راتب لورانس العرب مكرم بالزمن الجميل أووردز. عاوز أشكر الدكتور هلاش على تكريمي بمهرجان الزمن الجميل. Je n'ai pas supporté. Je suis sorti. اعذرني يا صالح علشان طلعت المسدس، لكن انا مضطر، لازم ادافع عن نفسي. احنا دلوقتي عايشين في غابة. يروح فيها. ما هو برضه اللي هيشربوا الخلطة هيروحوا فيها. ما حدش بيموت ناقص عمر. ما حدش بيخش السجن غير المغفلين. بقول لكم ده ملوش ملة.